لم يخيب النعمان ظن سيف به، بل ازداد يقينا بأن النعمان ادخره الله لمثل هذه المحنة التي أزاغت القلوب. فالنعمان لم يكن ملكا بايعته رعيته، بل راعيا تخير رعيته، وكأنه يعلم أن هذه المحنة لا تقبل بالقلوب الراجفة أو الأيدي المغلولة. النعمان يدرك أن الأمر ليس مجالدة محتل على نصر وهزيمة، وإنما دم نقي أبى أن يخالطه دم فاسد. حربه الخاسرة عسكريا كانت صوتا يخرق آذان العدو. حربه الخاسرة عسكريا كانت صوتا يخرق آذان العدو، يذكره كل يوم ويقول له: أنت غريب، أنت غريب، وستلفظك هذه الأرض يوما ما. قد ينفعك جمعك هذا اليوم، لكنه لن يدوم لك. هذا الصوت هو ما كان يخشاه أبرهة، لكنه لا يملك ما يحاربه فيه. فكيف للسيف أن يسكت الصوت؟ صعد القصير إلى عرش لم يبن له، أوصله إليه انتحار ملك وغفلة أمير ومصالح ممالك وخوف خائف. عرش ليس له فيه إلا خبثه وجيشه، فما دام قائما فيه فلسانه قانون، وسيفه عدل، وناره طهارة. هكذا هي الدنيا. الحق ما نطق به القوي، لا ما استحقه الضعيف. لكن أبرهة لم يطأ هذا العرش مجانا، غدر وذل وشرم وجهه ليشتري مجدا من لهب. لكن أبرهة لم يطأ هذا العرش مجانا، غدر وذل وشرم وجهه ليشتري مجدا من لهب. لكن النعمان لم يغب عن الحفل، بل أرسل هدية تليق بملك توج نفسه بالنار والحديد على قوم أطفالهم يولدون ملوكا. كان النعمان محقا حينما خاف من أبرهة وفضل عليه أرياط. فالعدو الصريح يوجع لكن لا يخدع، أما الذي يختبئ تحت عباءة الفضيلة فهو أفعى، تزحف في صمت وتلدغ في مقتل، ولا ترى إلا بعد فوات الأوان.
فرقة كاملة من جندنا أبيدت، كمين محكم لم ينج منه أحد. مرني لأتبعهم وأتيك بهم تحت قدميك. لا تتحدث بأمور الحرب أمام الحميريين حتى ولو كانوا عبيدا طائعين. عفوك أيها الملك، لكني خشيت إن تأخرنا. ومن قال لك أنهم لم ينصبوا كمينا آخر لمن سيلاحقهم؟ لن أرسل رجالي تطارد أشباحا يحفظون كل شبر في هذه الأرض. يقتل رجالنا ونسكت على دمائهم؟ كيف يهابوننا بعدها؟ ما جئنا نحمل الورود بل السيوف، وهذه حرب يقتل فيها الجنود. فبماذا تأمرنا وكيف نحمي رجالنا؟ شددوا الحراسة، بثوا العيون في الجبال والوديان، ولا تعتمدوا إلا على الأكسوميين. اضربوا حصارا على معاقل النعمان، احرقوا حقولهم، سمموا آبارهم حتى يجوعوا ويذلوا. حينها إما أن يأتونا في أرض مكشوفة أو يسقطوا متضورين جوعا في أيدينا. مروا الجند أن يساعدوا الضعيف وأن ينصروا المظلوم، ولا يعتدي جندي إلا على من ظاهر بالعداء. هل ننتصر لأعدائنا يا مولاي؟ لن يأمن جندنا طالما يروننا أعداء لهم. وكيف لا يروننا كذلك وقد جئناهم غزاة؟ جئنا ناصرين لأهل ديننا الذين حرقهم ذو النواس، هذا ما يجب أن يصدقوه. حين يروننا حكاما لا غزاة سينقلبون على النعمان، ومنذ الآن تطلقون عليهم لقب المخربين. وما يهمهم ما نطلق عليهم ما داموا يحملون السيف علينا. حين يسمع الناس بالمخربين لن يروا فيهم أبطالا بل لصوصا وقطاع طرق. أبرهة كان معادلة صعبة للنعمان. لم يكن جيشا فقط، بل ذكرى سوداء في رأس خصم عنيد لم تغوه سعة الأرض، بل اكتفى بما حصن وسكن من خضع. خدع المتخاذلين بحكم ذاتي وهمي، واحتال على الجياع بلقمة مسمومة. فحين تصبح لقمة العيش هي الجائزة، تألف النفوس العبودية وتنساب الحرية من القلوب، كما ينساب الماء من قدر مشروب. صبر أحرار اليمن خلف النعمان ولم يكل. تحملوا الجوع وفقدوا الكثير من الأحباب، لكنهم لم يستكينوا. ونجح النعمان على الرغم من كل شيء بالحفاظ على فكرة الحرية. غرسوها في صدور أطفالهم بذرة طيبة، وكانوا لهم شاهدا حيا على الأنفة والكرامة. كبرت البذرة وأنبتت جيلا فتيا نصب عينيه أمران لا ثالث لهما: إما أن تعيش حرا سيدا على أرضك، وإما أن تموت شهيدا وأنت تجالد عدوك المحتل بأرضك.
ما حاجتك لي؟ فبت تهزمني في كل مرة. ربما أرد عليك دينك على المرات التي هزمتني فيها. لو كنت ممن يحملون الضغينة لصدقتك، ولكنك ابن النعمان وقلبك لا حقد فيه إلا لأعدائك. صدقت. ما كان لابن النعمان أن يحمل على اليد التي برته وعلمته القتال. فأصدقني إذن، ما حاجتك لي؟ حين أبارزك أعود لما مضى، فأذكر كم مرة هزمتني فيها وكم مرة انتزعت سيفي مني. وحين أهزمك أصبح أكثر يقينا بأننا مهما تعرضنا للهزائم مع أبرهة سيأتي اليوم الذي يشتد فيه عودنا وننتصر عليه. إذن ترى في يا أبرهة؟ بل أرى فيك هزيمة الماضي ونصر المستقبل. لم يتغير وجهك ولا وجهي، لكن الزمن تغير، فضعف ساعدك واشتد ساعدي، فهزمتك بعد أن كنت تهزمني. الناس قد تصبر شهورا بلا طعام، لكنها لن تحيا بلا ماء، فالشتاء لم يأتي بأمطار وما جمعناه ينفد. أبرهة تركنا بين خيارين: الموت تحت سيوفهم، أو الموت جوعا وعطشا. إن كان الموت فلنمت وبيدنا السيف، لا رغيف الخبز. وكيف نقاتل بلا خيول؟ فخيولنا ذبحت طعاما أو هزلت ولا تقوى على الركض. حتى وإن كانت خيولنا كما كانت، حربنا لهم جيشا لجيش لا أمل لنا فيها. فما قولك يا سيف؟ ليس النصر هو دائما الهدف في الحرب. إن لم يكن النصر هو غاية الحرب فماذا ستكون؟ إن هاجمناهم من جهة واحدة ستضطر حامياتهم في خولان وهمدان لمساندة الجبهة، وسيخلفون وراءهم سرايا هزيلة للحراسة، وحينها نضرب السرايا بكتيبة نبقيها وراءنا، فنفتح الطريق لأهلنا لجمع الماء والطعام. جندنا قليل، وإن قسمناه ضعف أكثر، وأخشى أن يقضوا علينا بضربة واحدة. هذا حق إن حاربناهم حرب نصر أو هزيمة، أما إن حاربناهم حرب هزيمة سيكون النصر لنا. أحببت هذه الخطة، نخسر الحرب في سبيل غاية غير النصر. خطة محفوفة بالمخاطر، لكنني أوافق. فما رأيك أيها الملك؟ ستقع فينا مقتلة عظيمة، لكننا سننجو بأهلنا وأطفالنا إلى حرب أخرى، وهذا أفضل من أن نموت محاربين ونترك أهلنا للسبي والاستعباد. إذا قضي الأمر، فبماذا تأمر؟ سلمان وضع الخطة فهو أعلم بها. امضي ونحن خلفك، فوالله نعم الرأي ما جئت به. هذا الشبل قد شب وكشر عن أنيابه، وبات يحمي عريلنا. في ذلك اللون أدرك الناس قبل الملك أن حمير لم تنجب مقاتلا وحسب، إنما أنجبت من يقارع دهاء أبرهة. وصلت عيوننا بالخبر اليقين. الجوع والعطش أجبراهم على النزول إلى حتفهم. أيها النعمان،
لم تخيب ظني بك، فضلت الموت على الانحناء. اسمع، وإياك أن ترفع سيفا على النعمان. أريده حيا كريما كما يليق بالملوك. أتكرم من حمل السيف ضدك وأسقط من رجالك من أسقط؟ وربي لشسع عليه خير عندي من 1000 ممن ركعوا لي دون قتال. التبشير لا يليق إلا بأمثاله. ما أغرب الملوك حين تعجبهم رجولة أعدائه، يعادونهم بالسيف ويهابونهم بالقلب ويكرمونهم في الأسر كما لم يكرموا في السلب. أراك يا سيد. معذرة يا أبي، ما قصدت إزعاجك، ولكن الأحباش على بعد يوم وقد ساروا بجيش كبير. ليست هي الأخبار التي كنت تنتظرها؟ بلى، ولكنني أخشى على أخوي ومن معهما من مكر أبرهة. ستعلم مع الوقت يا بني أنه ليس هناك من خطة محكمة تجري مثل ما خطط لها، إنما الملك يتصرف بما يراه مناسبا ويتعامل مع المستجدات كل على حدة. ثق بأخويك ولا تشغل نفسك بما يجري هناك، فكر فقط كيف ستنسحب غدا قبل أن يفنى رجالك. ولهذا جئتك أيها الملك. ما جئت لأجله لن يكون. ولم لا؟ وأنت تعلم أن حربنا معهم ما هي إلا لاستدراجهم بعيدا عن حصوننا. لم أتخلف عن جيشي يوما لأتخلف عنه اليوم. ولا تنسى، نجاح خطتك لن يكون إلا إن لاحقونا، ولم يجدوا غنيمة أعظم من ملك في الميدان يأخذونه أسيرا إلى ملكهم. وها هنا مكمني، وستكون أنت الجائزة التي يتسابقون عليها. ما خرج من خرج اليوم إلا وهو ينتظر الموت أكثر مما ينتظر الحياة. ولكنك الملك الذي تجمع حوله الناس وصبروا كل تلك السنين من أجله، فإذا سيف، لم يتجمع حولنا من تجمع من أجل النعمان، بل من أجل أن يبقوا أحرارا. قل لي، ما الفرق إن مت على فراشي أو على صهوة جوادي؟ هنا يسقط من يقاتل من أجل الحرية. لا تنهزم الراية، بل تنتقل لمن يشد قبضته عليها ويحملها من بعده. ثق برجالك، فهم يملكون ما تملك من أنفة وكرامة. المعلم مهما كبر يبقى معلما. هذا ما تعلمه سيف من أبيه. فالقضية لا تموت بموت الرجال، لا تموت بموت الرجال الذين حملوا رايتها، بل تموت حين يأتي رجال يرمون رايتها. التقى الجمعان وكأن المعركة حسمت قبل أن تبدأ. النعمان على رأس جيشه وإلى جانبه سيف ينظران إلى هذا السواد الكبير الجاثم أمامهم، والآن لا يرون فيه سوى محتل غاصب ظن أن اليمن يلين تحت الحديد.
كانت خطتهم بسيطة وواضحة: مشاغلة العدو، ثم الانسحاب لمنح شراحيل والمنذر فرصة كسر الحصار وتأمين الزاد لمن هم في الحصون. لكن سيفا حين رأى هذا الجمع طاقت نفسه لكسر هيبة هذا العدو. ضربة سيف لم تسقط الفيل فحسب، بل أسقطت هيبة الأكسوميين وزرعت الرعب في قلوبهم. إياس الذي شعر بالإهانة تمنى لو يضرب بأمر أبرهة الأرض ويجعل هذا الفارس جائزته بدل الملك. لكن من يجرؤ على أبرهة؟ لهذا انطلق بفرقته الخاصة ينشد أسرى النعمان، لكنه لم يعلم أن سيفا كان قد أعد سرية من شجعانه يحيطون بالملك يذودون عنه بأرواحهم. المعركة التي ظنها الأكسوميون نزهة تحولت إلى ملحمة سقط فيها المئات من الطرفين. هنا رأى سيف أن الوقت قد حان للانسحاب. الأكسوميون لحقوا بهم، فإذا بالرماة يخرجون عليهم يمطرونهم بالسهام، فاضطروا للتراجع. سقط منهم الكثيرون في هذا اليوم، لكن من سقط من الأكسوميين كانوا أكثر بكثير. سيف ابن ذي يزن لا يفعل ما فعله إلا من تربى على الملك أو نذر نفسه له. أصبت يا مولاي، هو ابن النعمان، هذا ما قاله أسراهم. قلت لي هو من أعطى الأمر بالانسحاب؟ أجل، كان هو من يقودهم، وهو من يحرك الرجال، وهو من أعطى إشارة الانسحاب، وهو من أعد هذه الخدعة. وأنا أجزم أعدها لفك الحصار وإغاثة قومه. ما وصلنا من أخبار أن ما حصلوا عليه ليس بالشيء الكثير يا مولاي. حصلوا على الكثير يا إياس. ما كان هدفهم طعام،
بل سعوا للوقت حصلوا عليه. لكنهم خسروا أعدادا ليست قليلة. دعني أحمل عليهم في حصونهم لم تستطع أن تنال منهم في السهول المكشوفة، ستنال منهم خلف حصونهم المحصنة. أخبارهم ستملأ الدنيا وتحرك النفوس التواقة لقتالنا. ستخرج النيران من تحت الرماد، وعلينا إطفاؤها قبل أن تستعر تحت أقدامنا. وكيف نطفئها؟ بالماء. ما بك يا عتودة؟ وهل يطفئ النار إلا الماء؟